زي مثلا ان ممكن يكون بسبب قرار غلط او الاهمال او تصرف مش سليم. في حاجات كتير قوي ممكن تحصل في حياتنا نتيجة اخطائنا، ومش بالضرورة تكون نتيجة الحسد. بس مع الاسف احنا ممكن نستسهل ان اي حاجة في حياتنا نقول عليها حسد، لان ده هيخلينا ما نبررش ولا نراجع تصرفاتنا ولا نركز في ايه الصح وايه الغلط وايه اللي كان المفروض اعمله وايه اللي المفروض اتعلمه. زي مثلا المرض ممكن يكون بسبب قضاء وقدر، او ممكن يكون بسبب اهمال. زي السمنة ممكن تكون عندي مشكلة في الهرمونات، او بسبب ان انا مفرطة في الاكل ومش مركزة في صحتي وباكل غير صحي. زي برضو الانسان اللي يتعرض لحادثة ممكن يكون بسبب ان هو مش مركز في السواقة او ماسك موبايله، او الغلط حتى على العربية اللي خبطته. وعموما الافراط في التركيز في اي شيء هيخلينا نعيشه. لما نركز ان كل حياتنا بتتبني عن حسد، احنا ممكن نجذب الحسد لينا ونقتنع ان هو متحكم فينا. لان في الاول وفي الاخر انا مقتنعه ان حياتنا كلها نتاج وصنع افكارنا ومعتقداتنا. وانا شايفه ان احنا لو قريبين من ربنا وبنحصن نفسنا وبنركز